لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها من النزغات ونعلو بها إلى أعلى الدرجات. تأمل صنوف الكائنات تجد بها من الملأ الأعلى إليك رسائل، فالكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. وقل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. وقل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. وقل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك. بل سائل الأعمى خطى بين ازدحام بلا اصطدام من يقود خطاك. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك. الله في كل الحقائق ماثل، إن لم تراه فهو يراك. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد نبيه ورسوله من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. اعلموا يا عباد الله أن رقابة البشر على البشر قاصرة، وأن رقابة المخلوقات على بعضها قاصرة. البشر يغفل والبشر ينام، إذن فلتسقط رقابة المخلوقين ولتسقط رقابة الكائنات جميعها، وتبقى الرقابة الكاملة، الرقابة المطلقة، ألا وهي رقابة الله جل وعلا، باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، فإنه العلي في دنوه وإنه القريب جل وعلا في علوه. لا إله إلا هو. علم البشر ما علمهم، علم قاصر، علم ضعيف، علم قليل، ما وراء هذه الجدران نجهل منه الكثير لا نعلمه، بل لا نعلم أنفسنا التي بين جنبينا، لكن الله عز وجل
لكن الله عز وجل يعلم ذلك ويعلم ما هو أعلى من ذلك، فقال سبحانه: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم ما تسره الآن في سريرتك ومن بجوارك لا يعلم ذلك، يعلم ما ينطوي عليه قلبك بعد 100 عام وأنت لا تعلم ما ينطوي عليه قلبك بعد دقائق أو ساعات. إنه العلم الكامل، إنه العلم الكامل المطلق، علم الله السميع العليم العليم الخبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ويسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، هو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي، أحاط علما بالجلي والخفي. لا إله إلا هو. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا، إن الله بكل شيء عليم. رجلان من قريش يجلسان في جوف الليل تحت جدار الكعبة، وقد هدأت الجفون ونامت العيون، أرخى الليل سجوله واختلط ظلامه وغابت نجومه، قام يتذاكران ويخططان ويدبران ويمكران عند باب الكعبة، وظن أن الحي القيوم لا يعلم كثيرا مما يعملون، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. تذاكر مصابهم في بدر، فقال صفوان وهو أحدهم: والله ما في العيش بعد قتل بدر خير. فقال عمير: صدقت والله، لولا دين علي ليس له قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة لركبت إلى محمد حتى أقتله، صلى الله على نبينا محمد. اغتنم صفوان ذلك الانفعال وذلك التأثر، وقال له: علي دينك وعيالك عيالي، لا يسعني شيء ويعجز عنهم. فقال عمير: فاكتم شأني وشأنك، لا يعلم بذلك أحد. فقال صفوان: أفعل. فقام عمير وشحذ سيفه وسمه، ثم انطلق به إلى المدينة، وصل إلى هناك وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في نفر من المسلمين. أناخ عمير على باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم متوشحا سيفه، فلما رآه عمر قال: عدو الله، والله ما جاء إلا لشر. ودخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بخبره، فقال صلى الله عليه وسلم: أدخله علي يا عمر. فأخذ عمر بحمائل سيف عمير وجعلها له كالقلادة، ثم دخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال: أرسله يا عمر. ثم قال: ما الذي جاء بك يا عمير؟
وكان له ابن أسير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: جئت لهذا الأسير فأحسنوا إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: فما بال السيف في عنقك؟ فقال عمير: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يعني في يوم بدر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اصدقني يا عمير، ما الذي جاء بك؟ قال: ما جئت إلا لذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: وقد جاءه الوحي وأخبره بما يضمره عمير. فقال صلى الله عليه وسلم: بل قعدت مع صفوان في الحجر في ليلة كذا، وقلت له كذا، وقال لك كذا، وتعهد بدينك وعيالك، والله حائل بيني وبينك. فقال عمير: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك لرسول الله، والله إن هذا الأمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، والله إني لأعلم أنه ما أتاك به الآن إلا الله. فالحمد لله الذي ساقني هذا المساق، والحمد لله الذي هداني للإسلام. جاء ليقتل النور ويطفئ النور، فرجع وهو شعلة نور اقتبسه من صاحب النور صلى الله عليه وسلم. عباد الله، سمعتم المؤامرة تحاك تحت جدار الكعبة في ظلمة الليل، لا يعلم بها أحد حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعلم الغيب. حبكت المؤامرة سرا، من الذي أعلنها؟ من الذي سمعهما وهما يخططان ويدبران ويمكران عند باب الكعبة؟ إنه الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. كم تآمر المتآمرون في ظلام الليل، كم من عدو للإسلام جلس يخطط لضرب